المارينيين قبائل امازيغيه زناتيه ما كانوش في المغرب، هما جاو من الجنوب الشرقي ديال المغرب الاوسط، تما حنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدوله طبعا كانوا تيتحركوا في هذا المجال، لانه كانوا قبائل اغلبهم كان قبائل رحال، كانوا تيتحركوا في هذا المجال ديال من شرق المغرب الاوسط حتى الغرب المغرب الاوسط. ويكفي التذكير بان لنا نزاع حميمي، ولكن نزاع قد يكون منعش. واش الدولة المدنية، الدولة الموحدية دولة مغربية أو جزائرية، هذا غير في إطار بعض الأمور، لأن السي عبد المؤمن أصله من الجزائر، ولكن عاصمة الإمبراطورية ديال الخط القندوسي. هذا القندوسي وهو الجزائري جاء المغرب سنة 1828، استقر بمدينة فاس، كان كيبيع الأعشاب، كان صوفي، كان رجل متدين. هذا الطاجين اللي غادي نوجدوا انا قلتي هو ديال الدنجال، وكيداروا له داك الرويصات ديالو، وكاينين بعض العائلات اللي كيسميوه الطاجين التلمساني، وكاينين بعض العائلات اللي كيسميوه الطاجين التلمساني. ولا هضرنا على المدينه الوجديه، عندها تاريخ قديم، دخيله من ضمننا من المنطقه الجزائريه، هي دخيله ومعروفه بها المنطقه الشرقيه. Les poupées citadines reprennent l'habit traditionnel. Le kaftan est l'élément essentiel. Le kaftan d'origine turque fut introduit au Maroc par le biais de l'Algérie sous domination ottomane. لقد بني جامع الكتبية الأول من طرف الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية. إن هذا النظام الذكي مأخوذ من نموذج برج المنار بقلعة بني حماد في الجزائر، والذي بني في بداية القرن 11 ميلادي. الجزائر كانوا يخدموه، هما كانوا يخدموا البودان، واحد ولكن بشكل اخر، فهمت؟ حنايا المغاربه طورناه، عرف الجهه الشرقيه واغلبيه غير في وجده، هنا تقريبا في وجده. التسميه تاع البودان الاغلبيه جات من الجزائر. البودان فيه تقليه مخلطه فيه. كما توجد مجموعه كبيره من الجزائريين الذين جاءوا من تلمسان في القرنين الثامن والتاسع عشر. بسبب أهمية ميناء تطوان كان الجزائريون سببا في نقل الثقافة العثمانية إلى مدينتنا. نلاحظ تأثير الثقافة العثمانية من خلال ثقافة المطبخ وصناعة المجوهرات وتقاليد الزواج، فيما يمكن أن نذكر من الحلويات البقلاوة كمثال على هذا التأثير. كما كنعرفوا بأن الجزائريين أثناء الهجرة ديالهم بعد سنة 1830 يعني احتلال فرنسا الجزائر، يعني نستطيعوا ندمجوا داخل المجتمع التطواني. يعني حنا بغينا نعيش شي تأثيرات دابا فيما يتعلق بالبصمات ديال التركوا في بعض المجالات، مثلا بحال الطبخ، اللباس. طبعا هذه دابا الجالية اللي جات من تطوان ما جاتي كتسعى أو فقيرة. نعم. فلوسها جات بالمتاع ديالها. نعم. طبعا جاو بالطبخ ديالهم، بالحلويات ديالهم، فهمتي؟ لابد كان تأثير، لابد هذا كيعلم هذاك وفي ذاك الورق اللي قلت لك حتى ذاك الصحفي الاراغون اللي كان كيوصف الجاليات اراغون، الاراغون انا عطيت من بعد طبعوه، هذا مزيان، هذا ديال تاريخ تطوان كيوصف بان الجزائريين كانوا الناس ديال النخوه والنباهه. وزيد لك حاجه واحده اخرى، اول مقهى اللي تفتحت في تطوان الجزائريه، هاي في الوسعه، اول قهوه اللي دارت في تطوان مولاها يعني الجزائري. واحده من القهوه، علموهم عاود التجاره، علموهم اللباس، الطرز كانوا كيطرزوا، كانوا كيعدلوا، كيصاوبوا. شي تأثير جزائري على بعض الحلويات اللي نعرفها. لا هي اللي قلت لك دابا، قلت لك بحال دابا بقلاوه، وباقي الاسم ديالها حتى بالتركيه كيعيطوا لها بقلاوه. نعم. والكنافه هي القطايف والمقرط. وكاين بعض الاشياء ربما كاين شي اشياء يا خالي ما بقاتش، ولكن دابا تطوان تبارك الله عليها بالطابع ديالها الاندلسي، واللي قلت لك اختلط هذا بهذا. كان شي ماكوله كان باقي عاقل عليها كيعيطوا لها شطيطحه، الرز بالخلاع،
وحلنا وبزاف ديال الاشياء. ولكن دابا كتعرف دابا انا عمري ما دخلت في البحث ديال هادشي دابا اللي عطيتكم فيتكم به، هادشي اللي عندي، ولكن عمري ما بحثت بزاف باش واول واحد اللي دخل العود التطاول هو ولاد بن عبد اللطيف. هادو ولاد بن عبد اللطيف عندهم الزاويه ديالهم او عندهم الشيخ ديالهم هو في العاصمه. هادو كيعيطوا ولاد بن عبد اللطيف الثعلبي. الثعلبي واحد ضريح كبير تما واحد العلامه. والتطريز فيه تطريز تطواني وتتحاجر اللي هو اصل ديالو جزائري. العمامه اللي معروفه بها وجده، هذا الرزات يجيو من الجزائر القدام. وهذا المصطلح اللي هو نص الجزائري، شنو هو نص الجزائري او شنو هي الخياطه ديال النص الجزائري؟ هذه الخياطه هذه ما تديموداش وتنظن ما تتمشيش، ديما تتبقى وخياطه رائعه وخياطه شي حاجه. شنو هي هاد النص الجزائري؟ هي الضفيره. ملي ولا بغينا نكملوا هاد الجزائري ترجع الجزائري تنزيدوا هاد ضفيره وجوج طراسن، يعني تيولوا عندنا جوج ضفاير حصنات، ومن الاحسن يكونوا طريسنات رقاق تتجي رائعه. اذا النص الجزائري هي ضفيره، ولا كانوا جوج ضفاير تتسمى الجزائري. هذه هي معلومات اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا ميوزيك غناتي الجيريان، لا ميوزيك كلاسيك الجيريان. أقدم جمعية تأسست سنة 1921، كان اسمها الجمعية الأندلسية، وأسسها محمد بن اسماعيل اللي جا من تلمسان إلى وجدة لغرض التدريس. بالنسبة للمغاربة تسمية هذا التراث بالجزائري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب وخصوصا من تلمسان. والموسيقى الأندلسية الجزائرية الغرناطي بسبب au Maroc il y avait aussi Thierry la musique algérienne. Et en plus de ça هما كيغنيو الملحون اكثر منا حنا، هما مازال كيوزعوه وكيديروا بزاف. يا grand échange بين الجزائر والمغرب. على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر هاجر عدد من الجزائريين إلى المغرب بحثا عن الحرية، فنقلوا معهم ألوان الطرب الجزائري واستطاعوا نشره بين الهواة، بل تعليمه لكثير من محترفي الموسيقى بالمغرب. لم يمضي من الوقت غير اليسير حتى ظهر من بين المغاربة من أصبح يجيد الطرب الغرناطي إنشادا وعزفا. بعض المشايخ كانوا يأتون من تلمسان إلى مدينة وجدة لإحياء السهرات. هذا الوجود نتاع هذا التراث في مدينة وجدة هما العائلات الجزائرية اللي متواجدين بكثرة هنا في وجدة. دونك هذه العائلات هما اللي نقلوا لنا هذا التراث اللي حنا كنقولوا غرناطي، ما الاصل ديالو غادي نسميوه اندلسي جزائري. حنا باسكو اون بروش ان بتي بو دو لالجيري، واخا الكلمات بحال دابا نقولوا ملي كنشوف انا شي كلمه الجيري كنردها كنحيدها كنديرها مغربيه، كنديرها مغربيه بالدارجه ديالنا باش يفهموا انا لحقاش. والجزائريين وكانوا كيجيو من الجزائر داك الاغاني كيجيو المغرب بحال دور بها الشيباني ولا بحال الليلالي ولا كانش الشعبي ما كان مولوعه بالراي الجزائري. يعني كنت واخا مغربي موجده نعترف بلي الراي من الجزائر، والراي كيتغنى باللهجه الجزائريه. اللهجه ديال الراي الجزائريه سي تو افي نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه. Tu fais du rail algérien, truc c'est... Oui, mais on n'a jamais dit que c'était pas du rail algérien. J'ai jamais dit le contraire. الراي أغنية جزائرية. البكبوكة الأصل ديالها ماشي مغربي، واخا تميزت بها المنطقة الشرقية إلا أنها ماشي مغربية. إذا الجزائريين هما اللي مروها لنا بحكم أننا حنايا منطقة حدودية مع الجزائر. عزيز عليهم واحد الماكلة اللي دخلت لنا حنا من الجزائر تسمى البكبوكة. ودابا غادي نشوفوا هذا النوع ديال الحلوى بالبقلاوة. أييه بقلاوة أكلة هذه دخلت من الجزائر. نعم المهاجرين الجزائريين هما اللي جابوها تطوان. اييه ساهل من حيث القطايف انا نعملها، من حيث المطبخ المغربي فيه القطايف، من حيث المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينة العرائش.
ودخلوا العجين تاع البسطيله اللي يسموه دركا ديولو منا، من حيث حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا قفطانك محلول، هذه القطعه زوينه، هذه الا بارتيان او دومين بوبليك، يعني علاش الاصل ديالها هي من الجزائر. نعم. كيقول لك فلان حافظ القصيده الفلانيه راه عاد جا مهران ولا جا تلمسان ولا هذا، خصك تعرض له وتجيبو للدار وتعمل له العرضه وتجلسوا وتاكلوا وتشربوا وتسكنوا، لا يكون يعطيك الكلام ويدور معاك القصيده. الوليد مع شحال يعني اللي كانوا المهمين الجزائر جاو عندنا الفاس، والوليد هو اللي عرض عليهم عبد الكريم داني حيت باش تعلم ما كاين حتى شي مويان، ما كاين لا في الراديو ولا والو. خصك هذاك اللي حافظ القصيده ولا اللي كتب القصيده تعرض عليه وتعمل له سيدي ومولاي، باش لا يكون يهديه الله في 3 ولا في 4 الصباح عاد يقول لك واجي يلا واجي حدايا ولا جلس حدايا، انا غنعطيك صافي غنعطيك الكادو ديالي. هذاك الكادو مصطفى السكندراني ولا مع عبد الغني بن القايد اللي كان لوبيرا دالجي، ورينا لهم الفن ديالنا، ورينا لهم اش كنسواو في الفن اللي ديالهم هو في الاصل. كوكو هو القفطان عنده جذور واصول تركيه فارسيه، ومن بعد ملي جاو العثمانيين للجزائر ودخلوا اولا للجزائر قبل ما يدخلوا للمغرب، ومن بعد وصل لينا حنا من بعد. من اين اتى القفطان الى المغرب؟ لنشاهد. مرور الزمن ومع الاستعمار ديال لي ترك ليجيبت الجزائر، دخلتنا الثقافه ديال القفطان. بزاف ديال العائلات تركيه اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي للجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كتجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه كتجسد بالخصوص في الطرز ديال اللي بحث ان القفطان الاصل ديالو الاصل كيرجع للتركيين يعني، والترك يعني هما دازوا من الجزائر. مخيطه بالجزيري. يبدو أن المذهب الغرناطي القائم بمدينة وجدة تسرب إليها من تلمسان، وذلك لأنه لم يثبت تاريخيا وجود عناصر أندلسية هاجرت مباشرة إلى وجدة، اللهم ألا أن تكون مجازا عبرته وهي في طريقها إلى تلمسان. الجزائر الموسيقى الغرناطية اللي احنا بصدد أننا إن شاء الله غنحكيو عليها. كذلك قدوم بعد الجزائريين، بعد العائلات الجزائرية لمدينة الرباط. العائلة بن غربيط تماما. محمد بن غبريط فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي. Aujourd'hui, c'est de la musique gharnati, c'est de la musique, on peut dire un peu algérienne. Un peu algérienne, mais bien sûr parce que le Maroc est connu pour quoi. هنايا عندنا المدرسة اللي معروفة في وجدة هي المدرسة التلمسانية، نظرا لقرب الجزائر من المغرب، ووجدة خاصة كانت يعني ما كتبعدش بزاف على تلمسان. كتعرفي ان تلمسان ووجدة بيناتهم 60 كيلومتر، يعني مسافة قصيرة. وكان في عهد الاستعمار كانوا ينشطوا في هذه الجمعية الأندلسية اللي كانوا كيجيو من فنانين من تلمسان ويتلاقاو بفنانين تاع وجدة وكيديروا بيناتهم يعني تداريب. الفرنسيين غادي يقرروا في 1921 يجيبوا هذاك بوجمع العملي اللي هو قبايلي جزائري في الاصل ولكن فنان مهم، وغادي يقول لي سير اختار في المغرب شنو هي المنطقه اللي يمكن اللي فيها الخزف واللي يمكن تساعد على الانقاذ ديالو. غادي يختار اسفي وغادي يدار مدرسه، وهذه المدرسه ديال اسفي هي اللي غادي تخرج منها هذه الفنون بحال هذا النوع اللي ما بقاش تيدار اليوم، لا من حيث الشكل ولا من حيث الاتقان ولا من حيث الالوان او غيرها. وجدة هي خليط من الحضارات وخليط من التقاليد ورياح جايه من الجاره الجزائر، عبير من الموسيقى المتنوعه، خليط من الرقاده من الطرب الغرناطي،
من الراي، بعد دوزتي اللبسه ديال الكراكو. الكراكو عندكم نتوما ضروري في العز. ضروري. بالنسبه للعماريه اللي درتي، يعني كانت اللبسه فيها لبسه عاوتاني متميزه. نعم. هذه اللبسه عندها انسبيراسيون من الجزائر. نعم طبعا. من اي مدينه؟ هذيك الاصل ديال هذيك اللبسه تلمسانيه، ولكن فالحدود الثقافيه لا تعترف بالحدود السياسيه. كما يبدو ان تاثير الاندلس والحضاره العثمانيه التي حكمت الجزائر 3 قرون تركت بصماتها في الموروث الثقافي الجزائري الذي انتقل الى المغرب بحكم الجوار، ويظهر هذا التاثير بجلاء في الزي والحلي. في الطلة الأولى ترتدي العروس الزي التلمساني، ويزين رأسها بما يعرف بالشدة التلمسانية. المدعوات أيضا يحرصن على ارتداء فساتين جميلة تتشابه مع أزياء الغرب الجزائري، أشهرها الكراكو والزي الوهراني والزي القسطنطيني، وتضعن على جبينهن خيط الروح المرصع بالأحجار الكريمة وكرفاش بلحية. والآن جاء دور الفستان القسطنطيني. يعتبر الزي القسطنطيني من أفخر الأزياء التي تسعى كل عروس امتلاكها.